أهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. فاكريني طبعا، أكيد رجعت لكم تاني يا حبايبي، وهكون معاكم هنا على قنوات فيلم في ثواني. حابين بس نعرفكم إن كل الفيديوهات اللي كنتوا بتحبوها للأسف اتمسحت، لكن مع بعض هنعمل فيديوهات أحلى وأحلى بكتير. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايكات كتير قوي وشير كتير كمان علشان نقدر نكمل، ولو عاوزين نكمل معاكم بجد محتاجين دعمكم ده الفترة اللي جاية. وأسفة لو طولت عليكم، يلا بينا بقى نبدأ المسلسل. بيبدأ مسلسلنا بطلاب رايحين يشوفوا النتيجة بتاعتهم، وبيشوفوا الأول وبيطلع له وده بطلنا، وبتيجي بنوتة اسمها تشي وبتشوف النتيجة بتاعتها وبتكون الأخيرة وبتفرح، وواحدة جنبها بتستغرب ازاي فرحانة مع إنها الأخيرة. فتشي قالت لها بصي لوشك التعبان وهتعرفي إن السعادة مهمة أكتر من الدراسة. ولو كان واقف وبيسمع كلامها وبتمشي من جنبه وبتخبط فيه. وبالليل وهي مروحة بتحس إن في حد ماشي وراها وبتستخبى وبتمسك كرتونة، وأول ما بيعدي من جنبها بتحط الكرتونة على وشه ولسه بتهرب مسك رجليها وبتقول له خد الفلوس وسيبني. قال لها انا مش وحش وبيوريها الدبوس بتاعها. وبعدين بتعرف منه ان هو ابنها واسمه شو وجاي من المستقبل، بس هي ما صدقتهوش وقال لها على حاجات كتير يعرفها عنها، وبتستغرب ازاي عارف كل ده، ولسه بتحس ان هو نصاب. وبعدين بيقرروا يعملوا تحاليل علشان يتاكدوا، وهم قاعدين بتساله انا شكلي هيبقى ايه في المستقبل. قال لها انت افلستي الشركه ومتي وانت عندك 47 سنه. وبتتصدم من كلامه، بس قال لها انا جاي علشان اغير مصيرك، والطريقه الوحيده انك تطاردي جوزك المستقبلي. وبتساله مين ده؟ فقال لها لو. وبتتصدم اكتر وبتفتكر مواقف ليها معاه لما كانت بتعمل اختبار بس في نار، وبيجي معاه خرطوم وبيطفي النار وبيبلها ميه، ولسه بيمشي وقفته علشان يعتذر منها، وبيشوفهم المدير وبيهزقها وبيعاقبها تلف 5 لفات في الملعب. ولسه بتمشي بتشوف لو بيدي للمدير فلاشه فيها لوح علشان يطبعها، وبتاخدها تشي وبتقول له سيبها عليا، وبتمشي بس بتتكعبل في لو وبتتخبط في الشجره. وفي الملعب لو كان حاطط السماعات في ودنه، وبتيجي تشي وهي بتلف وبتطلب منه ميه بس هو ما سمعهاش وبيمشي. وبتعرف من بطاقته انه لو، وبيجي واحد تاني اسمه تشاو وبيديها ميه وبتقول له شو مستحيل. وبتفتكر تاني اليوم اللي ودت فيه الفلاشه علشان تطبعها، وبعدين بتروح البيت وبتفتح فلاشه معاها وبتعرف انها لخبطت الفلاشات، وبتقوم بسرعه علشان تلحق اللي اتطبع وبتهرب من الاجره، وبتروح اوضه المدير علشان تاخد الطبعه قبل ما يشوفها. وبتشوف له هناك وبيصرخوا، وبيجي المدير ومعاه السواق وبيديله الفلوس وبيهزق تشي تاني. وبتطلع بره وبتلاقي الراجل بتاع الطبعه وبتاخدها، بس بيجي له من وراها وبتتخض وبترمي الطبعه، والمدرسه والمدير بيشوفوها وبتتعاقب انها تكتب تقرير هي ولو، بس بتاخد ورقه لو وبتديها للمدير، بس مش بيكون مكتوب فيها كلام مفيد وبتتهزق تاني. وبتقول لشو مستحيل، وبيطلع تقرير المعمل وبتكون نسبته 99.999، وفعلا بيطلع ابنها. وتاني يوم الصبح بتقوم على منبهات كتير وبتتعصب، وشو كان بيشتري في فطار وبيقول له الخاتم بتاعه ان الهدف بتاعه قريب، وبيروح له وبيكون له هناك وبيكشف واحد كان بينصب على الاطفال. وبعدين بيتعرف على لو وبيتكلم معاه بالعلم وبياخد له رقمه، بس شو بيديله رقم تشي بدل منه علشان يقربهم من بعض. وفي البيت تشي بتصحى وبتفتكر اللي حصل، وبيجي شو وبتقرصه علشان تصدق انها ما كانتش بتحلم، وبيجيب لها فطار من غير فول سوداني، وبتقول له انت عرفت منين اني بتحسس منه؟ قال لها انا ابنك وعارف كل حاجه عنك. وبتعرف انه اخد فلوس من اوضتها وبتتعصب وبتروح تنام تاني. وبيروح لها شو بيقول لها ان الميه هتقطع ولازم تقوم تستحمى. قالت له انا هنا بقالي كتير ومفيش الكلام ده. وبعد ثواني فعلا اعلنوا ان الميه قطعت، وبتروح وبتلاقيها قطعت، وبتستغرب هو عارف ازاي، وطلع لها ورقه ان الحي حاطط انذار بقاله فتره وهي ما شافتهوش، وقال لها انا علشان ابنك خزنت ميه ليكي. وبتجهز وبتروح المدرسه، وفي طريقها بتقول له انت ليه مش بتقول لي مين جوزي؟ قال لها انا بحاول اخليكي احسن وعملت تحقيق عن لو وهو كويس جدا. وبيقول لها شوفي الرسائل في تليفونك، وبتلاقي ان لو عندها، فبتستغرب ازاي قال لها مش عارف. وبياخدها علشان تركب الباص وكان عارف ان لو جاي، وبسرعه بياخد الشمسيه منها وبيمشي علشان يخليهم يتقربوا من بعض. وفجاه بيجي لو بتروح تشي تحت الشمسيه معاه وهو بيديها لها، وبيطلعوا الاتوبيس. وفي الطريق كانت بتبعت رساله ليه وتليفونها بيقع منها، وبيجيبوا لو وبيديهولها. وبتوصل المدرسه وبتلاقي رساله منه وهي داخله التفتيش بيوقفها علشان كانت حاطه دبوس، وبتاخده منها وبتقول لها ابقي خديه من المدير. وبتروح اوضه المدير علشان تاخد الدبوس، بس بتلاقي له هناك ومفكر انها بتسرق، فقالت له دي مش سرقه. وبتسمع صوت المدير وبتستخبى تحت الترابيزه. وبيجي المدير وبيعاتب له علشان درجاته ما بقتش عاجباه، وبيحس ان في بنت في
حياته. وبتتفاجئ تشي وبتتخبط في الترابيزه، والمدير بيعرف انها كانت هنا وطبعا بتتهزق. ولما بيطلعوا بتعاتب لو عشان ما دافعش عنها، قال لها انا ما بكدبش. وبتيجي واحده وبتطلب من لو يروحوا يتفرجوا على فيلم، قال لها انا فاضي بس مش بخرج مع حد ما اعرفوش. وبتتاكد تشي ان لو مش بيكذب فعلا. وبعد شويه تشي كانت بتبعت رسائل وبتدور على النت، وبيجي لو فجاه وبيوقع تليفونها على وشها، وبتتعصب وبيقرب عليها وبيقول لها انا فعلا السبب. وبياخدها المعمل وبيعمل تركيبه علشان تحطها على مكان الخبطه. وفي البيت شو كان بيحاول يغسل وغرق الدنيا ميه، وبيقول له الخاتم ان هدفه وصل المدرسه. وبيروح بسرعه، وهناك تشاو بيحاول يدخل المدرسه بس الامن رفض علشان مش معاه بطاقه. وبيجي شو باي حجه علشان يمنعه يدخل، بس الامن قام بالواجب وبيسلم شو على تشي من بعيد. وبعد المدرسه بتروح البيت وبتلاقي باباها هناك وبيزعق لها علشان البيت فوضى، وبتعرف ان شو بوظ الدنيا وبياخدها علشان يتغدوا مع جدتها. وبتفتح البيت بتلاقي شو بيقول ان هو المدرس بتاعها، وبتروح مع باباها لجدتها وبيحط لها فول سوداني قدامها، وبتقول له انا عندي حساسيه منه. قالت لها جدتها انت كبرتي على الكلام ده، وعلشان تخلص من كلامهم اكلت الفول السوداني ومشيت، وفضلت تهرش في جسمها. وبيجي شو وبتساله انت هنا ليه؟ قال لها خفت جدي يجي تاني قلت اطمن الاول. وبيشوف جسمها وبيعرف انها اكلت فول سوداني، وبتساله انت ازاي عارف ده؟ قال لها علشان انا ابنك. قالت له طيب ما هم كمان اهلي. وسالته هو انا ام وحشه؟ قال لها لا، بس انا جاي هنا علشان احسن المعيشه بتاعتنا. وبياخدها علشان يجيبوا الدواء. وبعد شويه بتشوف له هو بيدخل مكان وبتدخل وراه، وبتشوفه بيعمل شراره وبتفكرها قنبله، وبتجري عليه علشان تلحقه وبيقعوا مع بعض. وبعدين قال لها انا كنت بعمل تجربه بس دلوقتي مش عارف اتحرك، وبيقوموا يقفوا. وفجاه بيحصل انفجار وبياخدها في حضنه وبيبعدها. وبيروحوا المستشفى وبيجي شو بيكون خايف وشاف واحد ايده محروقه ومفكرها هي وزعلان. وفجاه بيسمع صوتها وبيروح يطمن عليها وبيشوف واحده اسمها دينج، ودي ممرضه. وبيفتكر في المستقبل لما كان صغير ودينج دي جسمها مليان ودلوقتي رفيعه. وبعدين بيقول له لدينج على طريقه علشان الحروق، وبتبص له تشي انه عارف كل حاجه. وبعدين بتطلب منه يوصلها البيت، وهم في الطريق بيشوفوا لعبه اغاني وبتروح تشي تغني معاهم، بس له الموضوع بالنسبه له ممل وبيمشي. وفي البيت شو بيقول لتشي على خطه مطارده الحب لو، وبيتفقوا انها تقرب منه في كل مكان علشان قلبه يدق. وتاني يوم في المدرسه بتقف تشي على البوابه وبتستناه، ولما بيجي بتقول له شفت الصدفه انا لسه جايه. بس هو بيحسب الوقت والمجهود وبيعرف انها مستنياه بس مش بيكسفها وبيدخلوا. وفي وقت الغداء تشي بتدور على لو وبتروح عنده وبتقول له شفت الصدفه احنا بنتغدى في وقت واحد. وبيلاقي شعر في الاكل وبيقول لها عالجي نفسك. وفي ممر المدرسه بتستناه بس المره دي بيحرجها لان ده حمام الرجاله. وفي البيت بيعرف شو ان الخطه باظت، وبتساله على جوزها مين علشان هو مش شبه لو بس حور عليها بالكلام. وتاني يوم في المدرسه المدير بيشوف درجات تشي اللي ناقصه وبيقول لها على اجتماع اولياء الامور، وبيجي لو وبنعرف ان دي خطه من تشي علشان تخلي لو يذاكر معاها. وفي نص اليوم بتروح وتساله اسئله بس هو بيكون عارف قبل ما يشوف السؤال علشان بديهي جدا انها هتيجي تساله اول سؤال وبيجاوب على التاني والتالت، وبيجي الرابع وبتجاوب عليه هي، وبتقول له ما تفكرش ان انت لوحدك اللي بتجاوب، وبتسيبه وتمشي. وفي الفصل بتطلب منه يملى معاها استماره في المقابل انها مش هتضايقه لمده 4 ايام، وبتترجاه وبيوافق وبيشوف الورقه وبيضحك. وفي اخر اليوم بتروح عند باباها واصحابه بيتكلموا مع تشي عن الدراسه، ولسه هتتكلم قال لهم باباها انا مرتب كل حاجه وانها هتسافر بره تكمل تعليم. بس تشي ما كانتش عاجبها الكلام، وبتقول له على الاجتماع وبيحط لها برده فول صديني في الطبق، وبتقول له انا قلت لك قبل كده انا بتحسس منه. وبعدين اداها فلوس واخدتها ومشيت وهي متضايقه. وبتروح تقعد في مكان وبتعد ادوار الاسانسير، وبيجي واحد وبيقف قدام الاسانسير وبتقول له امشي بعيد، وبتتفاجئ انه لو بس هي كانت شاربه عصير عناب متقل دماغها ومش حاسه بنفسها. وبيسالها بتعملي هنا ايه؟ قالت له انا جعانه، واخدها على مطعم وجاب لها اكل. وبعدين بتساله هم اهلك عارفين انك بتحب تقرا؟ وبتسمع صوت طفل بيتكلم مع ابوه وامه، وبتقول لنفسها انا امي وحشتني قوي. وبتفتكر زمان لما كانت مع مامتها وبتسالها هو ليه بابا وجدتي مش بيحبوني؟ قالت لها مامتها مين قالك كده؟ هما بيحبوكي. وبتديها دبوس على شكل دب علشان تعبر لها عن حبها. وبعدين بيكلم له شو علشان يجي ياخد تشي. وتاني يوم بيجي شو الاجتماع على اساس انه ابن عمها علشان طبعا باباها ما جاش. وبعد الاجتماع بتكلموا المدرسه على درجات تشي لانها مش كويسه، وبيقول لها شو انها هتذاكر اكتر ما تقلقيش. وبيفتكر زمان لما كان صغير وهي بتدافع عنه في المدرسه زي ما عمل دلوقتي. وبعدين بيروح وبيجيب لها عصير وبتساله هو انا فعلا هدخل الجامعه؟ قال لها شو طبعا بس لو اجتهدتي، وبيشجعها. وبتفرح ان عندها ابن زي ده. وبعدين بتشوف له وهو بيعدل كل العجل اللي واقع، وبتقول لنفسها انه فعلا مؤدب. وفي الامتحان تشي بتكتب كويس وبتفتكر الاسئله اللي سالتها لو وبتنجح. وفي اجازه فصل الشتاء بتروح تشيل لو تحت البيت وبتنادي عليه، وبيطلع باباها وبتعمل نفسها
نفسها بتعدل الجزمة لحد ما بيجي لو وبتديله هدية علشان ساعدها في الدراسة، وبيديها كتب فيها ملاحظات علشان تنجح. وبعدين بيولعوا مع بعض شرارة وبيقضوا وقت جميل، وبيكون لو مبسوط وهما بيرقصوا. وفي البيت بيجي طرد كبير لشو وبيفتحه، بتطلع تشي منه ومعاها هدية ليه بس بتذله علشان ياخدها، وبتجيب له تليفون وجزمة ليه بس بناتي قوي وبيتفاجئ. وبتطلع النتيجة وبتنجح تشي ومش بتكون في المركز الأخير، وبتروح البيت وبيجي شو وبتوري له الورقة. طبعا في الأول كان خايف يشوفها، بس قعدته وشافها واتفاجئ بالنتيجة وفرح جدا لدرجة إنه كان فاكر إنها ملزوقة. وبيجي تليفون لتشي من تشاو وبيهنيها وبيعزمها على غدا بكرة. وتاني يوم بتروح على الميعاد بس هو مش بيجي، وبتتصل بيه وبيتأسف لها علشان حال التدريب سلة، وطبعا هزقته تشي علشان بعد كده يقول بدري، وبتقفل التليفون. وبتاخد الأكل وبتروح المدرسة وبتلاقي لو هو اللي واقف على التفتيش، وبتقترح عليه ياكله بس قال لها ده مخالف للمدرسة، وقال لها إن المدير مستنيها. وبتروح للمدير اللي كان بيقارن ورقتها بورقة واحدة اسمها يانج علشان فيها نفس إجابة السؤال الأخير، وبيفتكر إنها غشته وبتتضايق وبتخرج. وبتقابل لو اللي بيحس إنها متضايقة وبتقول له على اللي حصل، وبيقرر لو يشوف الموضوع وبيروح للمدير وبيسأله المدير عن تشي. وفي البيت بتروح تشي وبتلاقي شو عامل أكل علشان يحتفلوا، بس بتعيط وبتقول له الكل دايما هيبقى فاكرني في المركز الأخير ومحدش هيفكر أبدا إني نجحت. قال لها شو إحنا مش هنعرف نغير رأي الناس ولازم نكون نفسنا وبس. وبعد شوية بيرن الجرس وبتكون يانج وبتعترف بغلطها وإنها غشت الإجابة من تشي لما راحت الحمام، وقالت لها إن لو قال للمدير. وبتفتكر لما لو اتكلم معاها وعرف إنها غلطانة، وبتطلب من تشي إنها ما تقولش لحد. وبتستغرب تشي إن لو ساعدها. وتاني يوم في الكافيتيريا تشي بتروح للو وبتشكره على اللي عمله معاها وبتعزمه على الغدا بكرة الساعة 7. وقبل ما يرد مشيت. وتاني يوم في البيت كان عندها اكتئاب علشان لو رفضها، وبتاكل آيس كريم مع شو وبتفتكر الميعاد وبتروح بس بتتأخر، ومع ذلك لو كان هناك ومستنيها. وبتفتكر لما تشاو ما جاش على الميعاد والفرق بينهم كبير، ولسه بيدخلوا اللي في المطعم قالت لها ان المطعم محجوز كله، وانها قالت كده له بس هو فضل مستنيها. وبتتصل بشو علشان مش عارفه تعمل ايه، وبيقول لها هاتيه هنا وسيبي الباقي عليا. وبتروح تشي وبتقول للو انا هاخدك على مكان مش هتتوقعه. قال لها بيتك؟ قالت له ممكن تعمل نفسك مش عارف. قال لها ماشي فين. وبتاخده على البيت وبيدخلوا وبيلاقي العاب ميكانيكا وبيفرح له بيها قوي. وبتروح تعمل الاكل اللي اصلا شو كان محضره، وبيعرف شو ان له بره وبيتسحب علشان يخرج. وبتحط تشي الاكل وبيستغرب له هي عملت كل ده امتى، وبيقول لها انت موهوبه في الطبخ. ولانه جنتل قوي بيروح يطلع الكرسي بره، ولما جابت باقي الاكل قال لها انت طلعتي مختلفه عن اللي فاكره. وما كانتش مصدقه ان لو بيشكر فيها. واخر اليوم شو بيرجع البيت وبيلاقي تشي محضره له اكل علشان عارفه انه ما كلش بره، وبيشكرها وبتحكي له اللي حصل، وان لو طلب منها تاخد شهاده الجامعه. قال لها طيب اعملي كده علشان لازم تكونوا ليل نهار مع بعض. وفعلا بتذاكر تشي ليل نهار وبتحط النجاح قدامها وبتذاكر بس علشان تبقى معلوم. وبيجي يوم الامتحان وبعد ايام بتظهر النتيجه، وتشي بتروح وهي لابسه ماسك وكاب علشان لو النتيجه مش كويسه ما تتعرفش. بس لو بيعرفها وبيعرف هي عامله كده ليه، بس بينادي عليها يا زميل وبيمشي. وبتستوعب الكلمه وبتعرف انها نجحت. وبيجي وقت القاء الكلمه في المدرسه وبتكون متوتره جدا، وفجاه بياخدها لو من ايديها وبيطلعوا يقولوا كلامهم للناس. وبيمشوا وهي بتنزل رجلها بتتكعبل، وقبل ما تقع بيمسكها لو وبعدين بيتكسفوا وبيمشوا. وبتروح البيت وبتفكر في اللي حصل، وبتقوم وبتكتب ملاحظه وبتحط صورتهم وبتقول انا هعمل كل جهدي علشان اكون زيك. وعند لو هو كمان بيحط صورتهم وبيقول انا واثق فيكي. وبيجي اول يوم الجامعه وبيصحي شو تشي وبيقول لها القواعد علشان تلتزم بيها. وفي الحمام بيقول القاعده الثانيه، وعلى الفطار بيقول لها القاعده الثالثه وبيمضيها عليهم. وبياخدها بالعجله على الجامعه، وبيفتكر اول يوم برضو لما اخدته بالعجله على المدرسه، وبيركبوا في ضحك علشان مش بيعرف يسوق كويس. وبيلاقي لو على الطريق وبيطلب منه يوصل تشي علشان العجله بتاعته بايظه. وبتروح تشي تركب وراه وبيديها القميص بتاعه علشان تداري نفسها. وبيوصلوا الجامعه وبتوصل على سكن البنات، وبيتقابل واحده معاها في السكن وبتساعدها يشيلوا شكاره سماد. وبالصدفه بتقابل تشاو وبيكون عايز يساعدهم، بس تشي في الاول بتوافق بس بتفتكر قواعد شو وبتقول له لا شكرا وبتشيلها وبتمشي. وبتوصل السكن وبتتعرف على زمايلها وبيتعاهدوا يبقوا اخوات. وبيفتحوا علبه تونه بس ريحتها وحشه، وبتسمع حد بيقول ان لو بيدور عليكي. وبتفكر ان الكلام ليها وبتنزل، بس بتشوف لو متضايق لانه شامم ريحه وحشه من بعيد. وبتعرف انها من التونه وبتقول له استنى هغير هدومي واجي. وبتقابلها واحده تانية ودي قريبه لو اسمها ليانج، ودي اللي كان لو مستنيها وبيديها الحاجه وبيمشي. وبعد شويه بتنزل تشي بس مش بتلاقي لو، وبعدين بتكلم شو وبيقول لها انا عيني عليكي. وفجاه بيجي تشاو وبتحاول تتهرب منه وبتاخده بعيد، وبتحاول تشرح له ان الموضوع معقد لانه بيحس منها انها خايفه حد يشوفهم مع بعض. وبعدين بيعزمها على حفله تنكريه علشان عيد ميلاده وبتوافق. وبالليل بيقابل لو ليانج وبتعزمه على الحفله بس هو بيرفض
بيرفض وبيمشي، بس بيلاقي رسالة من رقم ان تشي في خطر وبياخد التذكرة وبيروح. وفي الحفلة بتدي تشي الهدية لتشاو وبتشوف لو داخل وبتعرف منه الرسالة اللي جت وبتعرف انها مقلب من شو وانه في الحفلة، وبيطلعوا بره بسرعة وبتقول له انا جعانة، وبيروحوا مطعم بس فاضي. وبتحاول تشي تدخل من الازار ولو بيدخل من الباب وبيسألها بتعملي ايه، بتقول له كنت بستكشف المكان. وبيعملوا مكرونة وطبعا مع واحد زي لو بيحس انه اخترق القواعد، وبتقول له تشي ممكن تستمتع شوية بالحياة. وبياكلوا المكرونة وبتتفاجئ انها عملتها بالمية الساقعة ورجولة لو ما سمحتش انها تاكل الساقعة وبيبدل معاها. ولما بيرجع السكن بيفكر في كلام تشي عن الاستمتاع بالحياة وبيطلب من اصحابه يعملوا له حساب، وطبعا الكل بيساعده. وتشي اول ما اصحابها بيشوفوا وشها بيعرفوا انها وقعت في الحب. وتاني يوم بتعرف ان الهدية بتاعتها تشاو باعها، وبتعرف انه كمان مزور ورق، وبتواجهه وبتروح السكن وبتعمل نفسها زعلانة علشان اصحابها يساعدوها ان لو يحبها، وفعلا بيتعهدوا انهم يساعدوها وبيعملوا سيرش عنه. وتاني يوم بتعطلوا واحدة من صحابها علشان يقابل تشي وبيغير عليها من لبسها وبيديها قميصه، وبيروحوا المدرج مع بعض. وطبعا صاحبتها بتحجز لها مكانهم وبتجيب اكل وبياكلوا. وبتروح البيت في الاجازه وبيقول لها شو ان بعد كل محاولاتك دي بس مفيش اي رد. وتاني يوم شو بيشوف كليه تشي وبتحكي له عن البنت اللي موتت نفسها، وبتطلع بالليل وبيخوفها بيها وبيضحك. وبعدين بيشوف اعلان عن حصه فيزياء وبيصوره، وبتقول له تشي فعلا الاب وابنه شبه بعض. وبعدين بتقوم تشي على كابوس لما كان لو بيدخل البحر وهي بتنادي عليه يرجع، وبتقوم مفزوعه وبيجي شو وبتحكي له عن الحلم، وبترن على لو بس مش بيرد لان الساعه بقت 3 الصبح. وبعدين بيقول لها احذري علشان في واحده هتنفسك على لو. وتاني يوم كل لما تشي تشوف حد بيقرب للو تروح وتسد طريقها في المدرج او في الكافيتيريا. ووقت التمرين لما بيطلع من الميه بتغطيه بالجاكيت علشان محدش يشوفه. وبعدين هي واصحابها بيراقبوا لو علشان يعرفوا مين المنافسه دي. وفجاه بتيجي واحده وبتكون ليانج وبيروحوا سوا. وفي البيت كانت متضايقه من اللي شافته، وبنعرف ان ليانج دي صديقه الطفوله لو، وكانت بتحكي لشو اللي كان مركز قوي في الفيلم وبيقول لها على استراتيجيه الحياه انك لو مش قادر تهزمه خليك معاه. وتاني يوم بيروح شو محاضره الفيزياء وبيقول فكره جديده وبتعجب الدكتور وبيطلب منه ينضم للمختبر. اما تشي فراحت علشان تتعرف على ليانج اللي ما كانتش متقبله ابدا فكره ان تشي تقرب منها وبترفضها. بس تشي ما سابتهمش، وكل ما تلاقيهم متجمعين تروح وراهم، وبتروح وراها المختبر بس للاسف مش بتعرف تدخل. وبتشوفهم من بره مقربين لبعض، وبيجي شو فجاه وبيقول لها مش عارفه تدخلي صح، بس هو بيعمل اللازم جوه وبياخد له بعيد وبيتكلموا. وبيطلع بره وبيقول لها الاخبار السعيده، وبيقول لها ان في حفله ترحيب بيه بالليل ولو هيجي. بس تشي قالت له انها عزمت دينج على العشاء، قال لها عادي هاتيه. وبالليل بيروحوا كلهم وبيقترح واحد منهم انهم يلعبوا لعبه اسئله، وبيجي الدور على لو اللي ساله انت بتحب حد هنا، قال لهم لا، وبتفرح تشي. وفي اللعبه دي تشي بتخسر ولازم تشرب عصير، بس لو شرب بدلها وبتتضايق ليانج، بس تشي بتفرح. وبعد العشاء بيروحوا وبتقول تشي لدينج ان لو مش بيحب حد، يعني مش بيحب ليانج، بس شو ما كانش فاهم. وتاني يوم بيبعت شو رساله لتشي وبيقول لها ان لو في المختبر لوحده، وبتروح هناك وبتشوفه نايم وبتقرب منه، وفجاه بيضير وشه وبيبوسها غصب عنه، وبيصحى وبتيجي تهرب بتتكعبل وبتقع في حضنه، وبتقوم بسرعه وهي مكسوفه. وبتروح السكن واصحابها بيحسوا انها غريبه بس مش فاهمين حاجه. وتاني يوم في المدرج لو كان بيكلم نفسه وبيقول انه لازم يقول لتشي ان دي حادثه علشان ما يحصلش سوء تفاهم. وبتدخل المدرج وبينادي عليها بس ما سمعتش. وبعد ما طلعوا بيعزمهم شو على الاكل، بس تشي ولو قالوا في نفس الوقت انهم مش فاضيين وبيمشوا. وبعد شويه في المختبر شو بيقول للو ان تشي نسيت البطاقه بتاعتها معاه علشان يوديها لها. وبيجي واحد معاهم وبيقول لهم ان الممر النهارده المصابيح فيها تطفي علشان في تصليح. وبيقول شو للو ان تشي بيخاف من قصه شبح البنت اللي ماتت. وبيروح لو الممر وبيلاقي تشي بتطلع وبيطلع وراها، وفجاه النور بيطفي وهي بتخاف وبتروح اوضه وبتعيط. وبيجي لو بياخدها وبيشيلها على السكن وهي لابسه الجاكيت بتاعه، وبتقول له هغسله وهرجعه لك. وتاني يوم بتروح المختبر علشان تودي الجاكيت، بس بيكونوا مكسوفين من بعض، وبيحاول شو يخرج باي حجه بس لو بيبطل كل حججه. وبتدي تشيل الجاكيت لشو علشان يديه للو، وبياخدوا لو بس بيلاقي فيه روج بريحه الفراوله بتاعها. وبيكون شو المرسال بينهم وبيقول لهم هو انا هفضل كده، وبيزق تشي على لو اللي بيهرب وبيطلع بره. وبيحس شو ان في حاجه حصلت وبيطلع بره مع تشي ومصمم يعرفها، بس هي مش قادره تحكي وبتتهرب منه وبيسيبها ويمشي. وبيجي تشاو وعايز يوضح اللي حصل لتشي بس مش بتقبل منه وبتمشي. وبالليل بتروح مع اصحابها وبيتفقوا يبعتوا رساله لو تعزمه على الاكل، بس بيرفض في كل ميعاد، وبتقرر تروح الصبح وتقابله وتساله. وفعلا بتروح، بس تشاو بيجي وبيمنعها وعايز ياخدها على المطعم علشان يشرح سوء التفاهم اللي حصل. وبتروح معاه وبتشوف لو واليانج قاعدين والدنيا حلوه، بس هي بتتعصب وبتقوم تمشي من جنبهم. وبيشوفها لو وبيستأذن ليانج وبيمشي، وبنعرف ان دي خطه بين تشاو واليانج انه يعطل تشي. وبتروح تعمل رياضه علشان تطلع الطاقه بتاعتها. وبيجي شو بيعرض عليها تروح تخلص مع لو، وبيقترح عليها شو انهم
انها تطلب منه الخروج في مطعم شانغهاي النهارده، وبيبعت شو رساله لو بالنيابه عن تشي يعزمه في المطعم وبيضحك. وبالليل بتروح تشي على المطعم وبتاخد ورد معاها بس كانت متعوره من الجزمه. وبيقابل لو ليانج لما بعتت له رساله وخاف علشان هي مفهماه ان في واحد بيطاردها، ولما بيلاقيها كويسه بيمشي بس بتوقفه وبتاخده على الترتيب اللي عاملاه. ولسه بتولع شمعه قال لها استني، اولا النار في الجامعه مخالف للقواعد والاكل بره مش صحي وانا عندي ميعاد، وبيمشي ويسيبها. وعند تشي لو بيتاخر عليها وبيجي تشاو وبيقعد معاها وبيلاحظ ان جزمتها معوره رجليها وبيروح يشتري لها شبشب. ولما بيتاخر لو بتمشي مع تشاو وبياخدها يتعشوا. وبعدين بتروح البيت وبيعرف شو ان لو ما جاش بس ما قالتلوش انها كانت مع تشاو. وفي السكن لو بيرجع وهو شارب عصير ومش حاسس بنفسه وبيدور على ريحه الفراوله وبيفتكر لما شافها مع تشاو وهو بيلبسها الشبشب وبيمشي. وتاني يوم بيجهز له علشان رايح عيد ميلاد شو. ولما بيوصل البيت بتفتح له تشي بتتعصب عليه وبتقفل الباب. وقبلها ب 12 ساعه تشي كانت بتكلم شو علشان تعرف منه الهديه اللي عايزها، وبيقول لها انها لما كان صغير ما كانتش بتعرف تنقي الهدايا كويس. وبتقفل معاه وهي خارجه بتقابل تشاو وبتحاول تهرب منه بس بيلحقها وبيعزمها على الاكل بس بترفض. وبترجع السكن واصحابها بيعرفوا انها بتهرب منه ومش هتروح المحاضره. وفي المحاضره اصحابها بيدخلوا بس مش بتكون معاهم وبيستغرب له بس صاحبتها قالت له ان بطنها بتوجعها ومش هتيجي. وبعد المحاضره بيروح لها وبيجيب ادويه بس هي بتقول له انا مش تعبانه كده، دي فتره بتيجي للبنات. وبعدين بتعزمه على عيد ميلاد شو وقبل ما بتكمل بيقول لها هكون هناك في الميعاد ولسه بتقول له على عنوان البيت قال لها عارفه. وبعد شويه بتكلم تشي صاحبتها وبيقترحوا يجيبوا صوره عائليه لشو. وبيجي تشاو وبيعترف لها بحبه بس هي مش بتوافق وبترفضه وبيعرف منها انها بتحب لو. وفي المختبر شو بيشوف روشته الدواء وبيفتكر انها لو بس بيقول له لو انها مش بتاعته. وبيفهم شو ان تشي تعبانه وبيجي بسرعه وبيدور عليها واصحابها بيحاولوا يحوروا عليه علشان ما يعرفش هي فين. وبيطلع بره بيلاقي حفله لواحد بيعترف بحبه لحبيبته وبيفتكر ان تشاو اعترف لتشي وهي وافقت. وبيروح يضرب تشاو وبيقول له هو انا مش قلت لك تبعد عن تشي؟ وبيتخانقوا مع بعض والناس بتبعدهم. وبيروح البيت وبتيجي تشي وبيسالها كنت فين؟ قالت له كنت بجيب هديه ليك. بس هو بيتعصب عليها وبيرمي الهديه وبيفتكر انها قبلت بتشاو وهو حذرها منه وبيتخانقوا خناقه كبيره وبيسيب البيت وبيمشي. وبعد شويه بيجي لو بيخبط وبتفتح تشي وبتتعصب عليه وبيروح لدينج وبيكلمها في التليفون بس بيقف بره ومش بيقول لها انه بره. وفجاه بتقول له ان تشي تحت البيت وبتفتح الباب بتلاقيه واقف وبيقول لها ما تقوليش اني هنا. وبيدخل يستخبى في الحمام وبتطلع تشي وبتحكي لدينج على اللي حصل وبتعيط. وشو بيسمعها من جوه وبيعرف انها رفضت تشاو. وبتدخل الحمام تغسل وشها وبتحس ان في حد ورا الستاره والدش بيفتح بس بتيجي دينج وبتقول لها يلا امشي علشان انا هاخد دش. وفي بيت تشي بتصحى وبتفتكر شو وهو في البيت بس بتستوعب انه مش هنا. وبيرجع له السكن ومش بيكون فاهم ايه اللي حصل وليه تشي اتعصبت عليه. وتاني يوم تشي اصحابها بيعرفوا انها متخانقه مع شو وهرب من البيت. وبتروح المحاضره بس بتتجاهل له ومش بتقعد جنبه. وبعد المحاضره بينادي عليها علشان يديها ورق مهم لشو بس بتتعصب عليه وبتقول له روح انت اديهوله. وبيرجع له السكن وبيقول له اصحابه لو مش عايز تشي عرفني عليها لان اللي بيحب حد كده بيكون محظوظ. بس بيسيبه له وبيمشي وبيروح المكتبه وبيشوف تشي هناك وفجاه بتختفي وبيعرف انه بيحلم بيها وبيتخيلها في كل مكان. وفي السكن تشي كانت بتحاول تتصل بشو بس مش بتوصل له وبتقرر تخرج تدور عليه. وبره ليانج بتروح للو علشان تستنجد بيه علشان واحد بيمشي وراها بس هو بيقول لها لازم تواجهي خوفك. وبيشوف تشي وبيجري عليها وبيعرف منها ان شو مختفي وبيقرروا يدوروا عليه مع بعض. وبيسالوا ناس كتير وفجاه حد بيجري وراهم وبيهربوا وبيدخلوا مكان ضيق مع بعض بس بيتكسفوا ولما بيقرروا يخرجوا مش بيعرفوا. ولما بيخرجوا بتفتكر ان شو لما بيتضايق بيروح يشتري ايس كريم من واحده وبيروحوا هناك بس مش بتكون موجوده وبيخدموا نفسهم. وبيديلها ايس كريم فراوله. قالت له انت عرفت ازاي اني بحب الفراوله؟ قال لها علشان ريحتك فراوله. وبتفتكر اليوم اللي بسيته فيه غصب عنها وبيبيعوا للناس الايس كريم. ولما بترجع البياعه بتشكرها تشي على اللي لسه هتعمله في المستقبل لابنها. وفي بيت دينج بيعرف شو ان تشي ولو بيدوروا عليه. قال لها يعني هما مع بعض بقالهم فتره، يعني اللعبه بدات. وبعدين بيرسم خطه لدينج وبيفهمها علشان هتساعده ان لو يحب تشي. وبعدين بينشر فيديو انه في فندق العين السحريه وبيقرروا يروحوا هناك. وبعد شويه بيوقف له في الطريق علشان ينزل الحمام بس بيشوف تشي نايمه فبينزل هو. وهو بره بتصحى تشي وبتنزل هي كمان للحمام. وبعد شويه بيجي لو بيشوفها لسه نايمه وبيمشي بالعربيه وتشي بتطلع وبتروح تركب عربيه تانية شبه عربيتهم بس بتلاقي واحد غريب بيفكر انها جايه تسرق الكلب بتاعه وهي بتقول له انها ما عملتش حاجه وعايزه تنزل يا اما هتبلغ الشرطه. ولما جاله تليفون من اصحابه ان الكلب بتاعه هناك بيسيب تشي تمشي. وفي العربيه دينج كانت بتتصل على تشي وبيرد له علشان تليفونها معاه وبيصحي تشي بس مش بيلاقيها. وشو كان قلقان وبيرجع بسرعه بالعربيه وبيلاقيها قاعده وبتقول له انت اتاخرت ليه ومش بتقدر
تمشي وبيشيلها وبيقول لها ما تغيبيش عني تاني، ومن النهارده هكون معاكي كل لحظه، وبتحضنه وبتفرح بكلامه. وبيتصل بدينج وبيطمنها انها معاه. وبيوصل لو وتشي على الفندق ومش بيلاقوا الا اوضه واحده بس فاضيه، وبتسمع اسم باندنج وبتعرف ان ده اسم شو كان دايما بيقوله، وبتعرف انها لعبه منه وبتاخد الاوضه. وبيطلعوا بتلاقي ورده على السرير وبتغطيه بسرعه قبل ما لو يشوفه، وبتدور على شو بس مش بتلاقيه، ولو بيستغرب تصرفاتها. وبعدين بيجي موظف الفندق ومعاه هديه ليهم، وبيشوفها بيلاقي تحت الطبق لبس لتشي بس بترميه. وتاني يوم بتقوم تشي وبتلاقي لو نايم على الكنبه، وبتروح تبص عليه وبيقوم فجاه وبيتخض لما بيلاقيها قدامه، ومش بيقدر يحرك راسه، وبتعمل له مساج لحد ما بيقدر يحركها. وبتروح تفتح الستاره وسط اشعه الشمس وهي بتدخل على وشها، وبتعجب له جدا. وبالليل لما بتنام بتشوف له هو بيقول اسمها وهو نايم، وبتفتكر لما شالها. وتاني يوم بيروحوا يدوروا على شو، وبتيجي واحده تديهم اعلان عن مسابقه وبيروحوا يشتركوا فيها، بس بتعرف ان دول دينج وشو. والمسابقه بتكون مين هيقدر يشيل حبيبته من غير ما يوقعها. وطبعا الثقه بينهم كانت كبيره، وتوقع هي هتعمل ايه، وشالها بكل سهوله في حضنه. وبتروح لدينج وشو وهم لابسين القناع، وبتقول له جه الوقت اللي ترجع البيت، وبيقوموا يهربوا بسرعه. وفي اخر اليوم شو كان في بيت دينج وسمع صوت تشي داخله البيت، وبيروح يستخبى بسرعه. ولما بتكلم دينج وبتقول لها انها في بيتها بتيجي على طول. وبعد شويه بتمشي تشي بعد ما بتقول لها ان في حد بيمشي وراها الايام دي. وبعدين بتقول دينج الكلام ده لشو، وبيفكر ان تشاو رجع تاني وبيروح بسرعه علشان يدافع عنها. وفعلا بيلاقي حد ماشي وراها، وفجاه بتختفي. وبتطلع تشي قدامه وبيكون اللي ماشي وراها ده لو، ودي خطه عاملينها علشان شو يطلع. وبيرجع شو البيت وبتعاتبه تشي انه سابها، قال لها اسف، والدنيا بتكون تمام، وبياكلوا وبيشربوا. وبالليل بيودي لها ميه علشان تشرب، وبتقول له انها حلمت بالكابوس ده تاني، بس المره دي اللي فيه الميه بيكون شو. وبتخاف جدا انها تخسره، بس هو بيطمنها انه معاها. اما دينج فبترجع البيت وبتحس انه فاضي بعد شو، بس بنشوف ملاحظات سايبها علشان ما تبقاش لوحدها. وتاني يوم بتروح تشي السكن وبتقول لاصحابها اللي حصل، وبتيجي صاحبتها ومعاها اعلان ان لو قرر يجرب التمثيل. وبتروح تشي بسرعه عليه وبتستغرب لما الاستاذ ساله انت جيت لها، قال له ان في بنت علمتني ان في الحياه حاجات بتسعد كتير، وبتمثل تشي معايا مشهد، وبيضحكوا. وبيجي تشاو وبينادي على تشي وبيقول لها تيجي تشجعه في كره السله. وبيقول له تعالى انت كمان لو عايز. قال له لو اشوفك هناك. وبتقول تشي لتشاو انا قلت لك قبل كده ما تجيش ورايا، وبيمشوا. وبعدين تشي بتسال له انت ليه قلت له اشوفك هناك؟ قال لها تعرفي بعدين، وبيسيبها علشان عنده مشوار. وبيروح له يلعب مع اصحابه سله، وبيكون محترف جدا وبيستغربوا. وبتيجي ليانج وبتشوفه وبتتضايق انه بيعمل كده علشان تشي. وبالليل في البيت بيوري شو لتشي قائمه بالناس اللي هتلعب سله، وبيكون له معاهم وبتقرر تشجعه. وتاني يوم بتقوم بدري على غير العاده وبتروح وبتشجعه. بس اللعب بين تشاو ولو ما كانش سله بس، ده كان تحدي على تشي. صحيح بيخسر لو بس بفرق واحد بس، وده انجاز. وبعد المباراه بتحط تشي الشاش على جرح لو، وبيكون مبسوط، وكمان بتجيب له عجله عشان رجله بتوجعه ومش هيمشي، يعني مدلعه على الاخر. وبنعرف ان لو طلب من مدرب السله انه يلعب وبيختار رقم 7. وتاني يوم في تدريب المسرحيه لو سرح شويه في التمثيل، وبعد ما فاق لنفسه سمع المخرج بيزعق للي معاه علشان تمثيلهم مش حلو، وبداوا يتخانقوا. وبعد شويه بتيجي ليانج وبتقول لهم ان اتحاد الطلاب قرر يقفل المسرح علشان الميزانيه، وبتمشي. وبتطلع تشي وبتوقفها له علشان حست ان دي لعبه منها، بس ليانج قالت لها ده قرار اتحاد الطلاب مش انا. وبعدين بتقول للو على عشاء العيله بالليل. وبترجع تشي السكن وبتطلب من اصحابها انهم يعملوا بصمه علشان يوقفوا القرار ده باسم الكليه. وبيروح شو المسرح بس مش بيلاقيها، وبيتصل بتشي وبتقول له اللي حصل، وبيقول لها ان لو طلب انك تروحي المسرح بعد 10 دقايق. وبتروح بسرعه وبيروح شو المختبر وبيقول نفس الكلام للو. وبيقوم بسرعه ولما بيوصل بيشوف تشي بتتدرب على دور جولييت وبيصورها. ولما بتشوفه بتوقف تدريب، وبيدخل وبيفكر كل واحد فيهم ان التاني طلبه، وبيزعلوا ان مفيش حد عايز يتدرب معاهم، وبيقرروا يتدربوا هم. وبعد شويه بيجي باقي الفريق، وبنعرف ان لو بعت لهم الفيديو اللي صوره لتشي، واتفقوا انهم يكملوا هم المسرحيه بنفسهم ويعرضوها بره. وتاني يوم بيبداوا يتدربوا، وتشي كانت بتحاول تلاقي طريقه علشان تكون مع لو، بس بتفشل والمشهد بيبوظ. وبيروحوا يتغدوا، وبتشوف اتنين قاعدين بشكل رومانسي، وبتقول لنفسها ما هو الموضوع سهل، وبتجرب مع لو بس بتفشل تاني. وبعد الاكل بتعمل نفسها ان في حاجه دخلت في عينها علشان تقرب منه، بس بتيجي صاحبتها وبتاخدها. وبتيجي ليانج وبتتكلم مع لو، بس هو بيرد عليها ببرود، وبتقول له
بتساله على اللي بيمشي وراها، قال لها بلغي المدرسه او اتصلي بالشرطه. وفي السكن اصحابها بيعرفوا ان هي بتحاول تلاقي فرصه علشان تقرب من لو، وبتقول لها صاحبتها ان في قواعد معينه لده، وبتقرر انها تقرب منه النهارده. وبعد شويه بيكلمها لو علشان مستنيها تحت، وبتيجي ليانج وبتمسك فيه وبتقول له في حد بيمشي ورايا. واول ما بتشوف تشي جايه بتقول ليانج لو انا بحبك، وبتقرب منه وبتتصدم تشي وبتمشي. بس طلعت ليانج بتشيل شعره من على لو، وتشي فهمت غلط. بس طبعا فضلت طول الليل تشرب ومتضايقه منه، وبيشيلها شو على البيت. وتاني يوم بيروح لو يقابل تشي بس مش بتعبره، واصحابها بيدافعوا عنها، وكل ما بيقرب منها بيبعدوه. وبيروح لشو وبيساله عن تشي بس بيلاقيه هو كمان متغير، وبيوريه الصوره وبيجري بسرعه. بس بيروح السكن وبيعرف من اصحابه ان حركه العين دي لو لبنت تبقى عايزه تقرب منه. وتاني يوم بتيجي ليانج وبتستفز تشي بالكلام، وبتقول لها ان انا اللي معايا الحاجه، بس تشي غلبتها وبتاخد الحاجه وبتمشي. وبيروح له للمدرج بتاع تشي وبيساعدها تجاوب على السؤال، وبيبعت لها رساله بس بترميها. وبعد المحاضره كان بيشرح لها اللي حصل بس هي ما صدقتهوش. وبتيجي ليانج وبتحاول توقع بينهم وبتقول له شكرا على اليوم ده، قال لها لما حد يمشي وراكي تاني بقي بلغي الشرطه علشان انا عندي حد دلوقتي اهتم بيه. وبيبص لتشي وبتمشي تشي وبيروح وراها وبيقول لها ان عيد ميلادك النهارده وانا عامل لك مفاجاه. وبيروح السكن وواحد من اصحابه بيقول له ان شو تحت، وبيروح بسرعه وبيقول له شو ان تشي لسه متضايقه وخد بالك من اللي هيحصل النهارده. وبالليل كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد تشي بس لو مش موجود، وهي بتكون زعلانه وبتشرب. وبعد شويه بتطلع بره وبتلاقيه بس بتفتكر انه واحد شبهه. وبعد الحفله بياخدها فندق علشان ترتاح وبتحاول ترجع بس مش عارفه. وبيروح يقومها وبتقول له احنا علاقتنا ايه، قال لها الجواب عندك. وفي لحظه رومانسيه بيبوسها. وتاني يوم كانت في المستشفى بتاخد حبوب علشان الصداع، وبتشوف شو هناك بالصدفه وبتعاتبه على اللي حصل، وبيكون عايز يعرف ايه اللي حصل امبارح بس هي بتتكسف. وبيجي له بيقرب من تشي وبيحس انها سخنه وبياخدها على البيت علشان ترتاح، وبيعمل لها شوربه وبعدين بيديها هديه عيد ميلادها قطعه كربون. واستغربت جدا، قال لها دي هتتحول لميسه بعدين، وقال لها انا مستني اجابتك. وبالليل بتقول لشو ان لو مستني اجابه مني وانا مش فاهمه على ايه، قال لها على علاقتكم طبعا. وبعدين سالته طب اعمل ايه علشان يعترف بحبه، قال لها حفزيه. وفعلا كل لما بيروحوا مكان بتساله تفتكر في ناس بتحب بعض، قال لها اكيد كل واحد محتاج حد جنبه، ودايما بيكلمها بالفيزياء والعلم ومش رومانسي خالص. وبالليل بيروحوا مكان وبيكون هناك تشو وليانج، وبتروح تشيل حمام وبيشوفها تشاو وبيروح وراها وبيمسكها، وكان بيعتدي عليها ومتعصب جدا وهي بتصرخ. وبيجي له وبيضربه وبيقول له ابعد عن حبيبتي، وبياخد تشي ويطلع. وتاني يوم في السكن لو كان بيعمل سيرش على اللاب، وصاحبه بيعرف انه عايز يعترف بحبه لبنت. وفي سكن تشي كانت بتعزمهم على مسرحيه روميو وجولييت اللي هتمثلها مع لو، بس وقت المسرحيه محدش بيجي الا شو واصحابها، وبيزعلوا بس بيقرروا انهم يصوروها على التليفون علشان ينشروها. ولو غلط وكان بيقول الكلام لتشي مش لجولييت. وتاني يوم لو الاستاذ بتاعه بيعرض عليه معسكر للناس المتفوقين علشان يدرسوا اكتر وبيقول له فكر. وبيجي شو وبيقول للو ان تشي محروقه جدا من قلبها ولسه هيروح. عمل له شو تجربه علميه يفهمه فيها انه محتاج ينجز، بس لو كالعاده ما فهمش حاجه، قال له معنى التجربه بالعلم. وبعدين لو بياخد تشي على مكان رعب علشان يقرب منها ويقول لها بحبك، بس مش بيترعبوا، وبتاخد تشي القناع وبتعمل الدور احسن من البنت وبيترعبوا منها. وعمل خطه تانية في السينما بس الكهرباء قطعت وفي عطل فني ومش هيقدروا يعملوا حاجه، وبيساعدهم انهم يصلحوه. وتشي بترجع السكن وبتكلم شو وبتحكي له اللي حصل، وبتقول له انا قلبي دلوقتي بارد زي التلج. وبعد شويه بيجي شو ومعاه لو تحت سكن تشي وبيتفقوا على خطه رومانسيه، وبتطلع من البلكونه وبينزل له تلج وبيكتب كلمه، بس لما بتشوفها بتتعصب عليه وبتدخل، وبيبصوا بيلاقوا الكلمه بايظه وفي حد مشي عليها. وفي السوبر ماركت تشي كانت متضايقه جدا وبتقرر تقفل تليفونها وبتشتري شوكليت كتير، وشو بيكون مصدوم من اللي بيشوفه. وفي البيت بيحاول شو يصحي تشي بس بتعمل فيه مقلب وبيطلع يلاقيها بره وبيقول لها اتصلي بلو، قالت له ده عيد الشتاء وانا محتاجه راحه. وبيستغرب من مشاعرها البارده، وعلى الاكل كانت بتلعب ومش مهتمه بحاجه. وبيقوم شو يخبط على الكرسي كأن حد بيخبط على الباب، وبيروح يفتح وبيمثل ان لو هنا. وبتقوم بسرعه تشي تدخل تغير هدومها وبتيجي معاها كتاب، بس بتتفاجئ ان لو مش هنا وده مقلب، وبتقول انا اصلا مش مهتمه، بس بتتعصب علشان ما جاش. وبعد شويه بيروحوا يرموا الزباله مع بعض ومستغربه هو ليه اخدها، وفجاه بيختفي وبتدور عليه مش بتلاقيه. وبتشوف فيلم على الحيطه ليها هي ولو، وبيجي من وراها لو وبيطلب منها بكل رومانسيه انها تكون حبيبته، وبتوافق في لحظه رومانسيه وشو بيفرح قوي ليهم. وبيروح البيت وفجاه بيلاقي تشي هناك وبيستغرب لانها المفروض تكون مع لو، وبتحكي له الرومانسيه اللي ما كانتش عنده اصلا لما شافت واحده بتاكل ايس
ايس كريم لحبيبها في رومانسيه، وبتعمل كده مع لو بس مش بتلاقي اي رومانسيه، وبيروحوا يعملوا فخار مع بعض ولسه هتعمل لحظه رومانسيه الفخار بيبوظ، وبيضحك شو عليهم وبيقول لها خليه يفهمك علشان الحب انكم تعملوا مشاركه مع بعض. وبتروح للو تحت البيت وبتقول له هو احنا امتى هنجيب بيبي، وبيتصدم لو وبيطلع ابوه وبيسالها انت بتقولي ايه، بس بتتكسف تشي وبتهرب بسرعه. وتاني يوم كان بيسالها ايه اللي قلتيه امبارح ده، قالت له بقول لك على الحاجه اللي تهمنا علشان دلوقتي محتاجين نعرف ابننا شكله ازاي في المستقبل. وفي البيت تشي كانت بتقارن صوره دمجتها بينها وبين لو، وبتحس ان الصوره مش شبه شو، وبتساله على صوره ليه وهو صغير قال لها مش معايا، وبتحس انها كانت ام وحشه علشان ملوش صور للطفوله، بس قالت له هعوضك. وتاني يوم بتعمل رحله ليهم، بس لو بيتفاجئ ان شو هنا، وهي كل اللي في دماغها انها تعمل يوم للعيله على اساس انه ابنهم في المستقبل. وبعدين بيقعدوا مع بعض وبيحكوا قصه، بس تشي بتخاف مع انها هي اللي كانت بتحكي. وبالليل بيناموا وبيسال لو شو انت فعلا ابن عمها؟ قال له ليه بتسال؟ قال له لان علاقتكم كويسه قوي وبتفهموا بعض. قال له ممكن يحصل ان اتنين يتقابلوا في زمن ومكان مختلفين وبيكونوا متفاهمين. وبعدين بيسالوا شو انت هتتجوز تشي صح؟ قال له لو انا قرات قبل كده انك لو لقيت الحب الحقيقي في وقت اوعى تسيبه. وبيرجعوا الدراسه بعد الاجازه الجميله دي وبيكونوا مع بعض، ولما بيشوفهم تشاو لو بيغيظوا اكتر وبياخد تشي في حضنه. وبعدين بتيجي صاحبتها وبتاخدها، وشو بيروح المستشفى علشان طلع عنده حساسيه من الينابيع. وفي السكن بيتقابلوا الاصحاب وبيحضنوا بعض. وبيرجع شو المختبر بيلاقي معاه مذكره فيها اسم، وبيعرف انها بتاعه دينج، وبيلاقي رساله منها انها عايزه تقابله علشان حاجه مهمه. وفي بيت دينج بتقول لها ان حبيبها ضاع منها، وبتعرف منها ان شو، وبتتصدم. وبترجع البيت وبتسال شو ايه اللي حصل، قال لها يمكن اهتمامي بيها حسسها بكده. وبيتفقوا انهم يخلوها تكرهه بتصرفاته. وبتعمل تشي دروس في السكن عن الحب لانه الوحيد اللي ممكن يخليكي احسن. وبتيجي ليانج ومعاها يانجا علشان دروس حبها خلت فلوسها تضيع، وبيعرفوا ان تشاو نصب عليها واخد فلوس. وبتروح تشي واليانج اللي لاول مره بيتعاونوا مع بعض، وبيمثلوا حلو قوي قدام مامته علشان اخد منهم فلوس، بس بيمثلوا باسم يانج وبيرجع تشاو فلوسهم. وفي المطعم بتقابل دينج شو وبيعمل تصرفات غريبه، بس بيحس انها مش متضايقه وبتحبه اكتر. ولما بيمشوا لسه بتقول له انا بحبك، اتعصب عليها وقال لها لا ما تحبيش علشان مش هينفع، وسابها ومشي. وبالليل لو بيعرف اللي عملته تشي مع اليانج، وبتسمع صوت كلب وبتخاف وبتحضنه، وبيشوفوا نجوم وبيتمنوا امنيه. وتاني يوم في السكن تشاو بيبعت رساله تهديد لتشي علشان ما تتدخلش في اموره تاني. وبتيجي واحده بتقول لها انه مستنيها تحت، وبتخاف تنزل بس بتتشجع علشان تنهي الموضوع. وتحت لو بيشوف تشاو قاعد وبيهدده بالقانون على اللي عمله، لان الناس هنا مش بتحبه، وبيخاف وبيمشي. وبتنزل تشي وبتعرف اللي عمله لو، وبيديها لعبه عملها لهم. وبعد شويه بيشوف شو لو واليانج مقربين في المختبر، وبيخاف من العابهم وبيروح يفصل بينهم. وبعد ما طلعوا بتقول له اليانج انها خلاص ما بقتش مهتمه باللي بيحصل طالما هم حبوا بعض، وبتقول له خاف عليها من تشاو لانه ضايقها. وبيجري شو بسرعه وبيروح على بيت تشاو وبيقابل مامته. ولما بيرجع تشاو وبيشوفه بياخده فوق وبيهددوا شو انه لو ما بعدش عن تشي هيقول للكل على اللي عمله. وطبعا بيخاف تشاو علشان مامته وبيقرر يبعد عن تشي. وفي الجامعه وهم خارجين بتشوف عربيه باباها وبينادي عليها وبيروحوا مع بعض يتغدوا. وبيعرفوا لو بنفسه بيقول له ما تقلقش انا وشو هناخد بالنا من تشي. وبيستغرب ابوها مين شو، قال له ابن عمها. وبيضحك ابوها علشان ما فيش حد في العيله اسمه شو. وبتحاول تشي تغير الموضوع علشان لو ما يعرفش حاجه. وتاني يوم بيقول لو لشو انا قابلت ابو تشي، وبيتوتر شو. وبتحاول تشي انها تجمع عيلتهم مع بعض، بس بتقوم فجاه علشان تاكل ايس كريم. وبيسالوا له انت فعلا اخوها؟ قال له وبكده لازم شو يفكر في طريقه. وبيقعدوا مع بعض وبيقول له شو ان ابو تشي عنده زهايمر وكتير مش بيفتكروا، واكيد نسى حاجات عن تشي صح؟ فقال له فعلا نسي. وبيتفقوا ان الموضوع يبقى سر بينهم. وفي اخر اليوم بيرجع شو البيت وبتساله تشي تفتكر لو هيتقدم للجواز؟ قال لها انتوا لسه بتحبوا بعض بس اكيد هيتقدم. وبتقول له ان انا مش عايزه اسيبك ابدا. وبتقوم تاخد دش وبيفتح شو فيديو ليه هو صغير وبيتفرج عليه. وبيجي له بيعمل جدول علشان يعرفوا يخرجوا. وبيتفاجئوا بشو انه قرر ينقل وبيروحوا يساعدوه انه يلاقي بيت. ولما بيشوفوا شقه بتحس انها مش كويسه لان قلب الام بيغلب عليها، وبتخاف علشان ابنها هيعيش فيها ازاي. بس لما بيعرف شو ان الشقه دي قريبه من دينج وافق انه ياخدها. وفعلا بالليل بيشوفها ماشيه من قدام الشقه. وتاني يوم بتروح تشي علشان تطمن عليه. وبعد شويه بتمشي وبيروح له عند تشي بس مش بتكون هناك. وبيقابل باباها عند باب البيت وبيعرفوا عليه تاني علشان طبعا فاكر ان عنده زهايمر. بس الغريبه ان ابو تشي فاكره جدا. وبيدخلوا جوه وبيعرف منه ان تشي اكيد نشر معلومات عنه مش كويسه. وكل واحد فيهم فاكر شو بشكل غريب. ابوها فاكره انه المدرس بتاعها، ولو فاكر انه ابن عمها. وفي البيت لو بيفتكر اول مره قابل شو. وبتيجي تشي وبتلاقيه في البيت وبيتخانقوا مع بعض علشان كذبت عليه لان شو مش ابن عمها. وبكده تشي
تشي كان لازم تقول له كل حاجة، وفعلا قالت له، بس هو ما كانش مصدق لأن العلم لسه ما وصلش إنهم يرجعوا لورا بالزمن ويغيروه، بس بتوريه الورق والأدلة اللي معاها، وبيعرف إن هو اللي رتب كل ده علشان يغير مصيرها. وبيروح للأستاذ بتاعه وبيقول له على الفكرة دي لأن العلم لسه ما اتطورش كده، بس أستاذه قال له إن ممكن قدام فعلا يكشفوا حاجة زي دي. وتاني يوم بيتقابلوا وبتقول تشي لشو إن لو عارف كل حاجة، وبيشوف الورق اللي معاه وبيقول لهم لو يلا نروح نشوف فيلم. وبيستغرب شو إن لو هادي جدا، وبيسأل تشي قالت له مش عارفة فعلا. وبيروحوا البيت وبيحس لو إن تصرفاتهم الاتنين شبه بعض جدا في الأكل والمشاعر والحركات، لكن شو مش شبهه في حاجة. وتاني يوم لو كان بياخدهم علشان يتبرعوا بالدم علشان يكشف من التحاليل إنه فعلا ابنه، ولما تشي بتعرف بتتضايق. وبعدين بتروح تشي مع شو يشربوا قهوة، وبتكون متضايقة إن لو مش مصدق إنه ابنه في المستقبل. قال لها أنا هتكلم معاه، وبيروح يقعد بعيد وبيفكر إن لو هيعرف الحقيقة في يوم من الأيام. وبالليل بيروح شو لبيت لو وبيقول له لو أنت وتشي فعلا بيربطكم دم، لكن أنا وأنت لا. وبيقرر شو يقول له الحقيقة، وبيوريه فيديو في المستقبل وهو صغير مع أبوه، وبنعرف إنه تشاو وكان بيزعق لها وبيمشي وبتعيط تشي ونفسها تغير مستقبلها. علشان كده لما بيكبر شو بيخترع آلة الزمن مع لو لما هيبقى عالم، وبيرجع لورا علشان يغير حياة مامته لأنه الخيار الأفضل بالنسبة لها. وبيرجع له البيت وبتكلمه تشي وبيقول لها أنا خلاص اقتنعت إن شو ابننا في المستقبل، وبتفرح جدا. وبتروح لشو وبتقول له على الخير الجميل ده. وتاني يوم بتروح تشي ولو السوبر ماركت وبتشتري حاجات بيبي علشان تستعد لما تقابل شو في المستقبل. وبيستغرب له من تصرفاتها، وبيعدي شو على تشاو ما هو برضه أبوه، وبيلاقيه بيمر بظروف وحشة. وتاني يوم بيروح له للأستاذ علشان يقول له إنه عايز ينضم ليه في المشروع ده، بس أستاذه بيقول له استنى لما تتخرج. وبيروح يقابل تشي اللي كانت بتدور عليه وبتديله تليفونه، وبيروحوا يدوروا على شو، وبيقرروا إنهم يقضوا وقت جميل. وفي آخر اليوم بيطلبوا أكل، بس البلدية بتيجي والناس بتمشي، وبيشوف له استوديو وبيروحوا يتصوروا. وبيفتكر شو لما كان صغير وبيتصور مع مامته ودايما باباه مش بيكون موجود، وبيقرر إنه ما يستناش حد وبياخدوا الصورة لوحدهم. وبيلبسوا لبس جميل وبيتصوروا مع بعض صورة عائلية، وبتيجي عربية الأكل وبتديهم الأكل. واليوم ده بيكون أحلى يوم في حياة تشي. وبيروح شو بيته وبيقارن صورة زمان بدلوقتي، وبتحط تشي الصورة في برواز هي ولو. وتاني يوم بيجيب له الأكل لتشي وبيشيل منه الحاجة اللي مش بتاكلها. ولما بتيجي تشي بتفرح قوي وبتلاقي ناس كتير بتجري، وبيروحوا بيلاقوا تشاو بيلعب سلة بس مش بتهتم وبتمشي. وبعد المباراة بيشوف شو إن تشاو متعور في إيده، وبيديله كارت فيه فلوس علشان يحسن من المعيشة ويحمي مامته لأنه في الآخر باباه برضه. وطبعا تشاو ما كانش في الأول موافق، بس شو بيسيب الكارت وبيمشي. وبياخد له تشي وبيوريها مفاجأة في الاستوديو لما صاحب الاستوديو حط صورتهم بشكل كبير على الإزاز بره، وبتفرح جدا وبتحضنه وبتتصور معاها. وبيشوفهم شو وبيصورهم، وبيجي وقت امتحانات التخرج والكل بيذاكر وبيتخرجوا، وبيقول له كلمته للكل. والمفاجأة بقى إنه بيطلب الجواز من تشي قدام الكل، وبتوافق في لحظة رومانسية. وشو كان مبسوط قوي لأن مهمته بتتحقق. وتاني يوم بتوري تشي الصور لشو، بس بتستغرب هو ليه مش معاهم. قال لها الأحسن أكون ورا الكاميرا. وبيجي له معاه كروت الفرح، وبياخد شو كروت وبيمشي. وبتقول تشي للو إنها عايزة فرحها باللون الأزرق. وبيروحوا يقابلوا باباها وبيقولوا له على ميعاد الفرح، وبياخدهم يتغدوا وبيفتكر ذكرياتهم زمان لما كانت تشي صغيرة. وبعدين بيروح شو لتشاو وبيعرف إنه هينقل وبيفرح له، وبيديله كارت وبيحضنه. وبعد أيام بيتصوروا صورة الفرح، وبيجي شو وبيتصوروا مع بعض، بس فجأة شو بيغمى عليه وتشي بيغمى عليها كمان، وبيروحوا المستشفى. وبتطلع تشي حامل، ولما بتصحى بتكون قلقانة على شو، بس بيكون كويس ولسه مهمته ما خلصتش علشان يمشي. وبتحضنه لأنها خافت ما تشوفوش تاني. وبيفرحوا بالحمل، وبيروح شو يشتري الصورة بتاعتهم. وبيروحوا البيت، وطبعا لو بيخلي باله من تشي، وبيبص على الفستان وبيقول لها هتبقي جميلة قوي، وبيتمنى تعيش حياة سعيدة للأبد. وبالليل بيروح شو على البيت وبيبص على تشي وبيعيط. وبيجي يوم الفرح اللي كله أزرق، وبيجي الأصحاب كلها، بس للأسف أبو تشي شرب كتير ومش هيجي. بس تشي كان عندها خطة تانية، واللي بيوصل تشي لحبيبها له هو شو، وبتشكره إنها معاه. وبيتجوزوا في لحظات رومانسية وبيلبسوا الخواتم، بس شو بيكون زعلان لأن خلاص هيمشي، وفعلا بيختفي. وبعد الفرح بتتصل تشي عليه بس تليفونه مقفول، وبتروح تدور عليه وبتقعد على السلم زعلانة. وبيجي له بيشوفها زعلانة لأنها مش لاقياه، وبيديلها مذكرات شو وبتعرف كل حاجة. وبتفضل تشي متضايقة وبتحلم بشو، وفجأة بتلاقيه قدامها وكانت خايفة إنه يبعد عنها، بس بتطلع بره وبتعرف إنه حلم وإنه خلاص مشي. وبتصحى في المستشفى والكل كان خايف عليها، بس هي عايزة شو. وبتروح تقعد تحت شجرة، وبيجي له بيقول لها إنه كان عارف وإن كان كل هم شو إنها تكون فرحانة في حياتها، بس تشي كانت بتعيط لأنها كده مش هتشوفه تاني. وتاني يوم بيقوم له مش بيلاقي تشي
جنبه وبيتخض، وبسرعه بيقوم بيلاقيها بتنظف البيت بره وكمان حضرت الاكل، بس بيتفاجئ له انها عامله اكل ل3 افراد. قالت له انا دلوقتي حامل ولازم اغذي طفلي واعيش حياتي. وبعد شويه بيروح المختبر وبيتكلم مع استاذه، وبيعرف ان طالما الامور الاصليه اتغيرت يبقى مش هيبقى ليه اصل في اللي جاي وكل حاجه هتختفي، وكان لازم يروح يقول لتشي بسرعه. وتشي كانت بتشوف اللي كانت كاتباه وبتفتكر اللي حصل، وبتروح بسرعه تلبس لبس المدرسه وبتروح لتشاو وبتطلب منه يتجوزها علشان شو يرجع، بس هو رفض. وبتروح المدرسه تاني وبتطلب من المدير انها ترجع يمكن شو يجي تاني ويغير المصير، بس مش بيوافق وبتنهار. ولو بيرجع البيت وبيعرف انها راحت تدور على طريقه تانية، وبيروح يدور عليها وبيلاقيها قاعده وبتعيط لانها مش هتشوف شو تاني. وبترجع البيت بتلاقي ان كل حاجه لشو بتختفي ومذكراته وكل حاجه فيها بتروح، وبتنهار اكتر من الاول وبتفتكر اول مره شافته وبتفتكر ذكرياته معاها. وبعد شهور البيبي بيكبر وبتقرر تسميه شو. وبعد سنين بيكبر شو وبيطلب من باباه لو يوديه الشط. قال له انا مشغول النهارده علشان بصنع آلة الزمن وهوديك بكره. وبيودع ابنه ومراته وبيروح المختبر. وتاني يوم بيروحوا الشط، والمفاجاه انهم بيقابلوا واحد شبه شو بالظبط، ولما بيعدي من جنبهم بتبصله تشي وبتضحك. وهنا بينتهي المسلسل الجميل بتاعنا. يا ريت يا حلوين تعملوا لايك وشير للفيديو ده واشتراك للقناه، وانتظروا كل جديد عندنا هنا، وان شاء الله كل الملخصات اللي جايه هتعجبكم جدا جدا. سلام.